في بعد كده بقى الخواص السلبيه اللي انا بحب اقللها في الخرسانه بتاعتي التصل. اول حاجه الانفصال الحبيبي سيجريجيشن. يعني ايه انفصال حبيبي؟ الحبيبات الكبيره بتنفصل عن الحبيبات الصغيره، عاده بتنفصل في القاع لان هي وزنها كبير. حبيبات كبيره بتبقى وزنها كبير نتيجه كثافتها الكبيره عن الكثافه بتاعت الايه؟ الحبيبات الصغيره. فالحاجه الثقيله هتنزل تحت في الايه؟ في القاع. فبالتالي التجانس بتاع الخرسانه بتاعتك مش هيبقى منتظم، هيبقى عندك الحبيبات الكبيره سيبها تحت وعندك الحاجات الصغيره فوق، وبالتالي الخرسانه هتقل ايه؟ هتقل من مقاومتها، هتقل من ادائها، الديورابيلتي بتاعتها وكل حاجه. حاجه ثانيه او شكل ثاني من الانفصال الحبيبي، انك مثلا عندك عمود، تفتح العمود بعد ما تفتح الشداد بعد ما الخرسانه تنشف، تلاقي العمود من تحت بالمنظر ده معشش. سبب التعشيش ده ايه؟ مفيش مونه نزلت مع الايه؟ مع الحبيبات الكبيره دي تحت تملى الايه؟ الفراغات دي. سببها قلنا ايه؟ ان الحبيبات الكبيره وزنها كبير، فبتاخد طاقه حركه كبيره وانت بتقلب، وانت بتصب الخرسانه، وانت بتهزها بتدمجها، بتاخد طاقه اكبر من الحبيبات الثانيه، تتغلب على الاحتكاك اللي بينها وبين الايه؟ بين الحبيبات اللي حواليها. اضرار الانفصال الحبيبي ده ايه بقى؟ قلنا عدم تجانس الخلطه، عندك الحبيبات الكبيره كلها تحت والصغيره ايه؟ فوق. زياده نسبه الفراغات، عندك شايفين التعشيش اللي حصل ده، الفراغات اللي حصلت دي لان مفيش حاجه صغيره دخلت جوه الايه؟ جوه الركام بتاع الكبير، وبالتالي هيؤدي لي لايه؟ لضعف مقاومه الخرسانه في الاخر، وزياده نفاذيه الميه، تتغلغل جوه الخرسانه بسهوله. الاسباب بتاعت الانفصال الحبيبي دي بتحدث ليه بقى؟ اول حاجه انت ما صممتش مكونات الخرسانه كويس، زودت محتوى الميه بتاعك. الووتر سيمنت ريشيو قلنا نسبه الميه على نسبه الاسمنت، خليت نسبه الميه اعلى بكتير من نسبه الاسمنت اللي موجوده في الخلطه. نسبه الميه دي بتزحلق الحبيبات عن بعض بزياده، فتلاقي الايه؟ الركام الكبير ده غاص بسهوله. نقص كميه الاسمنت والمواد اللي لو كنت هتضيف اضافات المواد الناعمه، عشان كده نسبه الاسمنت للركام دايما بنحسبها بحيث ان احنا نزود نسبه الاسمنت بالنسبه للايه؟ بالنسبه للركام. يعني اذا كان عندك ووتر سيمنت ريشيو نسبه الميه للاسمنت، في عندك نسبه ثانيه اسمها نسبه الاسمنت للركام. انك استخدمت ركام غير متدرج، يعني انت لو استخدمت كل مقاس واحد من الزلط، ما استخدمتش زلطه كبيره وبعدين زلطه صغيره تخش جوه الفراغات بتاعتها وبعدين زلطه اصغر تخش جوه الفراغات، فلو كان الركام بتاعك ده غير متدرج هيسبب فراغات كبيره وهيسبب يساعد ان الانفصال الحبيبي ده يحصل. زياده كميه الرمل بيخلي الخرسانه صعبه ان هي ايه؟ ان هي تتخلط، فبالتالي بيخليها غير متجانسه، يزود من عدم التجانس بتاعها، فيلاقي برضه الركام الكبير في ناحيه والركام الصغير في ناحيه. السبب الثاني برضه انك نفذت بطريقه مش مظبوطه. يعني في الاول انت صممت المكونات مظبوط، لكن جيت في الموقع ونفذت الخرسانه بطريقه مش مظبوطه. ازاي؟ اول حاجه الخلط. انت لو خلطت قعدت تخلط في الخرسانه كتير، ايه اللي يحصل؟ الحبيبات اللي تتغلب على الاحتكاك مع بعض اكتر، يبقى كل ما زودت في الزمن بتاعك او زودت في السرعه بتاعتك تكتسب طاقه حركه اكبر، يحصل ايه؟ يحصل انفصال حبيبي معاك. بعد الخلط خلطت انت كويس، جيت تنقل الخرسانه، مش مسهل الطريق معاك، ماشي على ايه؟ على الزلط وحاجات صعبه، فكل ما هو ماشي عمال يرج في الخرسانه فالحبيبات الكبيره دي بتاخد طاقه ايه؟ طاقه حركه، فتلاقيها نزلت معاه جوه الايه؟ في القاع تحت. فلو كان الطريق غير ممهد نفس الحكايه، لو بينقل بتاع الخرسانه بتاعتي على طريق مش متسفلت مش ممهد من محطة الخلط للايه؟ للموقع. مش كده يا دكتور الحاجة اللي كنت بفحص عليها في العربية كده بتقول يعني الحركة أصلا. في المشاريع عادة ما بيضيفوش المية في البلانت أو في محطة الخلط، بيضيف المواد الجافة بس، وبيجي المورد بتاع لو كان مشروع كبير، يعني المورد بتاع الخرسانة عشان يتأكد برضو من مواصفات المية وكل حاجة، هو اللي بيضيف المية في الطريق أو في الموقع، مش انت اللي بتضيف. الصب من ارتفاعات عاليه،
إيه اللي يحصل لو رميت الخرسانه من ارتفاع عالي؟ انت كل ما الزلطه الكبيره دي هتكتسب طاقه حركه اكبر من الطاقه من الايه، من الزلطه الصغيره، فبالتالي هي هتسبق الزلطه الصغيره في الوقوع، فتلاقي الزلط الكبير لوحده جاي متكون كده هنا اهو. لما تيجي عندك عمود ارتفاعه زياده عن 1.5 متر، مش مسموح انك ترمي الخرسانه من فوق كده والخرسانه تقع مسافه 1.5 متر دي كلها كده لوحدها. امال اعمل ايه؟ انا اوصل الخرسانه لحد جوه الايه، ممكن اعمل ماسوره مثلا او حاجه معايا، والخرسانه تنزل براحتها جوه الماسوره، او اعمل لها ميل، الخرسانه تنزل على الميل ده لحد لما توصل للايه، للمستوى المناسب، ما تقعش من مسافه طويله قوي. الدمك المفرط للخرسانه، كل ما ازود الدمك ده انا بحرك الحبيبات الكبيره وبخليها تتغلب على الاحتكاك، فتنزل هي ايه، تنزل تحت. يبقى لو انا استخدمت الهزازات الميكانيكيه دي لمده طويله تعملي انفصال حبيبي. مش ميزه انك تدمك ايه كتير، لازم تلتزم بالزمن المحدد للدمك. ثالث سبب التصميم غير الجيد للعناصر الانشائيه اللي انت هتصبها. لو كانت القطاعات اللي انت بتصبها دي ضيقه صغيره، لو الشدات اللي انت عاملها تصب عليها الخرسانه فيها فتحات بين الالواح بتاعه الخشب، في فتحات، ايه اللي يحصل؟ المونه مع الميه تنزل من الفتحات دي وتسيب لك الزلط فوق، يبقى انت عملت حاجه؟ ما هو حصل سيجريجيشن كده، بدل ما هو يبقى الزلط تحت وفوقيه المونه، لا ده المونه كمان اتسربت سابت لك الزلط بس لوحده، يبقى دي مشكله كبيره. يبقى خلي بالك انت مثلا لما تيجي تصب مثلا سقف او حاجه، تاكد من الشدات بتاعتك الاول والفرم بتاعتك مظبوطه، ما يكونش فيها ايه، ما يكونش فيها فتحات. قلنا القطاعات الضيقه دي بتصعب انك تعمل عمليه الدمك، انك تدخل الايه، المكنه بتاعت الجهاز بتاع الدمك ده، بتصعب من عمليه الدمك. التسليح المكثف، يعني مثلا لو عندك ادي قطاع حاطط هو حديد تحت، يعني ادي الكاميرا من فوق دي شكلها من فوق اهي، ودي قطاع فيها كده، فحاطط حديد تحت اهو، حديد فوق، شوف الحديد اللي فوق ده سيخين، والحديد اللي هو حاطه هنا في الرسم كام سيخ؟ حاط هنا 7 اسياخ ولا 8 اسياخ جنب بعض. الزمن الخرسانه هتخش منين بقى؟ مفيش مكان خالص، وكل ما التسليك كان بسيط معاك مش هتصعب عمليه الصب. عدم الحفاظ على المسافه ما بين حديد التسليح وما بين الايه، الشده او الفرام بتاعك. ادي الخشب اهو بتاع الشده، وادي حديد التسليح بتاع البلاطه مثلا. يجي يحط سبيسر او بيسموها بسكوته في الموقع، بحيث ان هي تبعد الحديد ده عن الايه، عن الفرمه او الخشب بتاعه. لما يجي يصب الخرسانه تبقى فيه كفر غطا مغطي الحديد ده عشان ما يصديش. طيب لو الغطا ده انت ما عملتوش بالحديد واقع خالص، خلاص مفيش حاجه. طيب في حته كده وحته واقعه وحته مش واقعه وكده، هتلاقي ايه، مع الشاشه من تحت الايه، تحت الحديد ده والحديد باين. استخدام الركام بتاعك لازم يبقى مناسب للايه، للمقاسات بتاعتك دي. يعني لو الركام بتاعك كبير يقف في المناطق بتاعت التسليح، مش هيخلي المونه تعدي ايه، وبقيه الخرسانات تعدي من التسليح. يبقى لازم يبقى ابعاد التسليح دي تبقى مناسبه مع الايه، مع حجم الزلط اللي انت هتستخدمه في الايه، في القطاع بتاعك. ازاي اتفادى بقى الانفصال الحبيبي ده ما يحصلش؟ انفي كل الاسباب بتاعته. يعني انا قلت الصب من اماكن مرتفعه، يبقى عدم الصب من ايه، من اماكن مرتفعه. الدمك المفرط بيسبب الايه، بيسبب الانفصال الحبيبي، يبقى عدم الافراط في الدم. بالاضافه لايه بقى، ان انا استخدم اضافات تمنع لي الانفصال الحبيبي ده، زي اضافات المخفضه للميه. قلنا كل ما تزود الميه بتقلل الاحتكاك ما بين الحبيبات الايه، الكبيره دي، وبتزود الانفصال. فانت لما تستخدم المخفضات للميه دي تقلل من انفصال الحبيب.